السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت التمر اللي بنشتريه جاهز. هنعمله في البيت بطريقة سهلة جدا. هقول لكم ازاي تطلع معاكم مقرمشة ولذيذة وطري، وايه هي البهارات اللي بتتحط عليه عشان تخلي طعمه زي اللي بيتباع بالظبط. يلا بينا نشوف الطريقة هنعمله ازاي. هنبدأ هنا مع بعض، والخطوة الأولى هي في الخلاط هحط كوباية زيت، وهحط كوباية إلا ربع سكر كده بالشكل ده، ومعايا بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، وعليهم فانيليا، وهضربهم في الخلاط كويس لحد ما اتأكد ان السكر داب تماما. معايا هنا برضو الخطوة التانية هي المواد الجافة. معايا 3 كوبايات وربع من الدقيق، واحط عليهم 2 معلقة كبار نشا، ومعلقتين كبار حليب بودر، وعليهم 1 معلقة صغيرة بيكنج باودر. وهقلب المواد الجافة دي كلها ببعضها كويس. هدخل المواد الجافة دي كلها في بعض كويس كده بالشكل ده. هحاول ان الحاجات دي تتدخل في بعضها كويس. هنا ضربت المكونات السائل بتاعي كويس. هحاول ان انا انزله من الخلاط، انزله كله بالطريقة دي. نزليه بمعلقة سيليكون بالشكل ده. هو الخليط بتاعي بيكون تقيل شوية، وبعدين هحاول ادخل كل المواد دي في بعضها كده بالراحة بالشكل ده. اللي انا بعمله ده مش عجن خالص، هو تداخل الحاجات كلها ببعضها كده بالشكل ده بالراحة خالص. انا لسه دلوقتي محطتش ايدي نهائي. انا لسه دلوقتي ما اتدخلتش بايدي خالص. كل اللي انا بعمله ده تداخل حاجات في بعضها كده. العجينة لمت معايا بالشكل ده، ودلوقتي هشوف العجينة بتاعتي اذا كانت محتاجة لبن او لا. انت هتكون عارفة الدقيق بتاعك، انا عارفة الدقيق بتاعي ان هو هيحتاج لبن. انت هتكون عارفة الدقيق بتاعك هيحتاج لبن او لا. كده انا هو من اللي طالما حطيت ايدي بالشكل ده يبقى العجينة هتشقق معايا كده، يبقى هي محتاجة لبن. كده انا هعجن فيه، هحط اللبن كوباية لبن شوية بشوية، وهعجن فيه بالشكل ده. مش هسيبه لحد ما تلم معايا وتبقى عجينة ناعمة وطرية بالشكل ده. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، عجينة ناعمة وطرية روعة. هسيبها وبعدين هجهز لها كيس او اي حاجة احطها فيه بالشكل ده. هلم العجينة بتاعتي كده، هتحطيها في كيس او اي حاجة كده، وبعدين هربع العجينة بتاعتي بالشكل ده، وبعدين هحطها على جنب. انا هخليها تبقى مربعة معايا بالشكل ده كده، وبعدين هحطها على جنب لحد ما ترتاح معايا شوية. هسيب العجينة بتاعتي على جنب ترتاح شوية، وعمال الجميل ما يرتاح هعمل الحشوة بتاعته. معايا هنا العجوة. لو معاكي عجوة ناشفة هتحملي لها حمام مية على البوتاجاز وتخليها تطرى شوية. معايا هنا
معلقتين من السمنة، ولو زبدة يكون احسن. ومعايا معلقة قرفة هتديها ريحة حلوة قوي، هتخليها زي بتاعت المحلات بالظبط. معايا هنا ربع معلقة صغيرة قرنفل مطحون بالسكر، ممكن تجيبيه من عند العطار مطحون، وممكن انت تطحنيه في البيت. ومعايا رشة بسيطة من الحبهان او الهيل، ما تخافيش مش هيمرر معاكي ولا حاجة، بس هيديها نكهة حلوة قوي وهيديها ريحة جميلة خالص. هنا هعجن الحشوة بتاعتي كويس، وهجيب العجينة وهقطعها قطع متساوية، وهاخد اول قطعة معايا هدهن البلانشة بتاعتي بحتة زيت كده خفيفة عشان العجينة ما تلزقش معايا. هجيب العجينة بتاعتي وبعدين هفردها على قد ما اقدر، هفردها كويس وهخلي سمكها لا يكون رفيع قوي ولا يكون تخين قوي. وبعدين هقطع الزيادات دي انا مش هرميها، انا هحطها على بقية العجينة بالشكل ده. احاول ان انا اسويها كويس من الجوانب. هي عجينة ناعمة خالص وطرية، شايفين السمك بتاعها، لا هي رفيعة قوي ولا تخينة قوي. احاول اظبطها على كده تكون معايا بالشكل ده عشان ان شاء الله تطلع معاكم هشة وجميلة. بعدين هحضر معايا العجوة بتاعتي، هعملها رول كده واحاول ابططها بصباعي كده، ما اخليهاش رول زي ما انا كنت عاملاها. بعدين هشيل العجوة بتاعتي احطها في نص العجين وهقفل من فوق بالشكل ده خطوة بخطوة معاك كده علشان تطلع معاكي بكل سهولة كده وتعرفي تقفليها. لو انت حابة تحطي، لو انت حابة تعملي يعني تبرميها برم بيها اعمليها كده، بس دي اسهل طريقة. انا اقولك على اسهل طريقة ليها. وبعدين قلبتها على الجنب التاني، وبعدين هساوي الاطراف بالسكينة او اي حاجة كده، والاطراف دي برضو مش هرميها، انا هحطها برضو. هجيب شوكة، دي اهم خطوة معايا، هجيب شوكة وهدوس على البسكوت بتاعي بالشكل ده علشان يعني اما يتحط في الفرن الخطوط دي ما تروحش منه، لازم ضغطة جامدة كده بالشكل ده عشان لما اجي احطه في الفرن الخطوط بتاعت دي ما تروحش، زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هجيب سكينة هقطع بيها قطع متساوية على قد ما اقدر بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هكون مسخنة الفرن عندي، هكون مجهزة معايا صينية هدهنها دهنة بسيطة زيت وهرصهم عليها. وبعدين هكون مشغلة عندي الفرن على درجة حرارة خفيفة أو هادية
علشان يطلع معايا بالشكل ده، لونه ذهبي من تحت ومن فوق. بسم الله ما شاء الله، مقرمش وخفيف جدا، وريحته بسم الله ما شاء الله من البهارات اللي احنا حطيناها معبية البيت كله. بسم الله ما شاء الله. وصفة سهلة يا جماعة وبسيطة، ومش هتاخد منك وقت خالص، 10 دقايق بس. الولاد هيفرحوا بها جدا، ولو انت بتروحي الشغل ممكن تاخدي معاكي برضو، حلو خالص. لو عجبتكم الوصفة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتنا الجامدة اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.